عليكم يا حبايبي. صلوا على النبي وحطوا اللايك الجميل. هاخدكم معايا دلوقتي في جولة جميلة جدا. تمام. داخل معرض دمياط، معرض دمياط في مدينة نصر في نادي السكة. جوه النادي نفسه هتخشي هتلاقي المعرض، هتلاقي كل الحاجات اللي انا هعرضها لكم في الفيديو. تمام. ديت للعرايس اللي بيجهزوا نفسيهم وكده، يعني حاجات حلوة. حاجات حلوة. حاجات جميلة، انتريهات، نيش، ركنة. يلا بينا بقى هنخش المعرض دلوقتي ونشوف الحاجة كلها. وزي ما قلت لكم بقى في بداية الفيديو ان المعرض دوت مكانه في القاهرة، مدينة نصر، نادي السكة الحديد. جوه نادي السكة نفسه هتلاقي المعرض دوت معرض دمياط، بيكون معمول كده للعرايس وللي بيجهزوا نفسيهم وللي حابب يجدد عفش بيته. هوريكم كل حاجة بالتفصيل. جميلة وعجبتني الحاجات هناك جميلة جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، دي صالونات وانتريهات واوض اطفال، اوض نوم، سفرة، نيش. كل حاجة موجودة هناك. تمام. طبعا الاسعار عاملة ازاي؟ يعني مثلا اوضة النوم بتبدأ من 55,000 جنيه. اوضة النوم بتبدأ من 55,000 جنيه. الركنة بتبدأ من 30,000 جنيه. أوضة الأطفال بتبدأ من 25,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السفرة بتبدأ من 35,000 جنيه بردك. زي ما انتوا شايفين المعرض جميل جدا. انت رايحة هناك ليه؟ أنا كنت رايحة أتفرج عشان بشوف الإعلان بتاعه دايما في التلفزيون، وطبعا بيني وبينه المكان دوت 10 دقايق من بيتي لحد هناك، 10 دقايق بالظبط. فطبعا قلت ايه، يلا بينا نروح نتفرج على الحاجة، مش هخسر حاجة يعني. واتفرجت وقلت بالمرة ايه اعمل لكم فلوج واوريكم الحاجة. بصوا شايفين اوض النوم كل دي طالعة موضة، واللي طالع موضة اكتر اللي هو الدريسنج اللي هو كله ازاز. دي جود طبعا كانت بتفحص المكان، وانا بقى هنا ايه اعمل لكم باي باي دلوقتي في المراية. بس بالله عليكي صلي على النبي وحطوا اللايك. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنا كنت ببص في المراية، والمراية جميلة جدا والدولاب تحفة. لسه هوريكم حاجات كتير جميلة لسه. عجبني الفلوج هناك وقلت والله العظيم، يعني انا كنت رايحه اتفرج وما كانش في نيتي ان انا اصور لكم، بس قلت يلا بقى بالمره ايه اصور لكم فيديو. وهنا طبعا المرايه تاتش، وجود عماله تدوس على التاتش تولع المرايه. بصوا دي اوض اطفال جميله جدا بردك، عجبتني. كل اللي طالع موضه دلوقتي اللي هو الدولاب اللي بتفتحيه ينور. الازاز، الدولاب كله ازاز على شكل الدريسنج. طبعا اذواق. انا كل الحاجات هناك عجبتني. بصوا الجمال، حاجات جميله. دي كلها اوض كبيره اللي انا بوريها لكم دي، اوض نوم كبيره مش اطفال. لكن اللي جود واقفه عنده فتحال ده اطفال. بصوا هي بتفحص المكان، هي كأنها رايحة تشتري، كأنها رايحة تشتري. بصوا طبعا انا كتمت صوت الفيديو الاصلي عشان خاطر المعرض مشغل اغاني، مشغلين اغاني وفي هيصة هناك. بصوا المرايات بقى اللي طالعة جديدة دي تحفة بردك، جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. حاجات جميلة. وفي حاجات متباعة هناك ومكتوب عليها مباع لألف مبروك للعروسين. يعني أي حاجة مكتوب عليها ألف مبروك للعروسين دي متباعة. بتقدري إن انت تدفعي عربون من الحاجة دي لو عجباكي، وبيقدروا يصمموا لك في خلال شهر نفس الأوضة اللي عجبتك. بصوا دي المرايات، بصوا جميل بجد. المكان كله مرايات، الدواليب كلها مرايات، التسريحة، الدريسنج. حاجات الصراحة جميلة يعني على الطبيعة غير الفيديو خالص. يعني مثلا لو في عريس هيجهز نفسه، هيروح يجيب أوضة نوم ب55، هيجيب سفرة ب30، هيجيب أوضة أطفال مثلا 25,000 كده يعني. يحسبها بقى ويروح يجيب حاجته من المكان دوت. الحاجات ديت معمولة داخل دمياط نفسها، ولكن المعرض معمول في مدينة نصر. هنا طبعا جود رخمة قالت لي أنا عايزة أشتري الكرسي الجميل دوت، وكانت ميتة على نفسها من الضحك الصراحة. هو كرسي جميل جدا. عند غزل وفيروزي كمان. حطوا اللايك امانه عليكم. بالسجود عماله تتمرجح على الكرسي سئيله. بصوا جمال الركن، المكان كله ركن. وانا لاحظت ان
الموضة بتاعت الركن والسفرة، الموضة السنة دي هي الالوانات الاوف وايت، البيج، البني. يعني حتى الاوض لو لاحظتوا هتلاقوها بردك بيج، اوف وايت، بني، زي ما انتوا شايفين كده. واغلبيتهم جرارات، مفيش درف. يعني تحس ان الدواليب اللي هي عبارة عن درف كانت موضة وبتلت، بقى كله جرارات. بجد حاجات جميلة وعجبتني جدا. تحفة. والمكان جميل وفي بهجة وفي عرايس وفي زغاريت. تقدري تروحي، مش شرط تشتري، تروحي تتفرجي. بصوا ده انتريه بس برضك جميل جدا. ده صالون. دي بقى اوضه اطفال برضك جميله. دول اوض اطفال اللي انا واقفه عندها، اوضه اطفال. ده بصوا الدريسنج كله تحفه. اللهم بارك، صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والمتابعه للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا السفره دي تحفه، عجبتني جدا قوي. جميله، اللون بتاعها رمادي جميل جدا. والكراسي والطبق. ده نيش، بس بصوا النيش صغير ازاي، جميل. النيش بالبوفيه بتاعه. واللي في الوش الرمادي ده بردك النيش بالبوفيه بتاعه بالسفرة. التلات قطع مع بعض، النيش بالبوفيه بتاعه بالسفرة. ونيش هناك اهو. ايوه في كذا، في اشكال كتيرة، المعرض كبير ومليان كل حاجة انت ممكن تتخيليها. بس احنا مخدناش فرصة. يعني بصينا على 3 كده ومشينا. دي بقى اوضة اطفال دي. بس كانت عمالة تنطلق يا جماعة. ودي بردك اوض اطفال، دي اوض اطفال اهيت. اوض نوم. دي اطفال. هقول ما احنا كده مش طرشنا. ايه ده؟ بصوا بقى الجمل. كده انا خلاص في اخر الفيديو. وزي ما قلت لكم لو انت في القاهرة تقدري تروحي المكان دوت وتجهزي نفسك او تجهز نفسك من المكان دوت بأسعار رخيصة جدا. انا رايحة اتفرج عادي زي اي حد، وفي نفس الوقت قلت اما استفاد واصور لكم فلوج كده جميل تستفادوا منه. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم. بالله عليكم امنتكم امانة، ما تنسوش اللايك والمتابعة للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنا بقى خلاص كنت خارجة من المعرض مروحة زي ما انتم شايفين. لا احنا كده كنا مروحين. ايوه صح، زي ما مواد قالت كنا رايحين نشرب عصير. قهوة وعصير. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى، دي نهاية الفيديو بتاعنا. احنا كنا ايس بصوا كريم. المكان مليان جدا، المكان مليان ناس. وفي ناس كتيرة، يعني هتتبسطي لو رحتي اتفرجتي هناك. احنا كنا ايس كريم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وان شاء الله باذن الله يكون الفيديو ده عجبكم. انا واثقه ان هو عجبكم. ويلا بقى شجعوني كده بلايك وتعليق حلو، ويا رب يفرحكم جميعا، ويا رب اللي يسعدكم جميعا ويرزقكم جميعا وتجيبوا كل ما تتمنوه. اشوفكم بقى في فيديو جديد في رعاية الله وحفظه. باي باي. قولهم باي باي. باي باي.